السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض وجبة غدا سهلة وخفيفة وسريعة واقتصادية جدا جدا. كل مكوناتها ان شاء الله هتلاقيها عندك في البيت وهتعجبك جدا وتعجب ولادك لما تجربيها. تنفع معاكي غدا، تنفع معاكي عشاء، تنفع سندوتشات بره البيت في رمضان، فطار او سحور، حلوة جدا. هتنفع طبق جانبي تزودي بيه سفرتك لو عندك ضيوف ومحتارة تعملي ايه جنب الاكل. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض ونشوف مكوناتنا. بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين. اول حاجه معايا في المكونات هي البطاطس المسلوقه. قشرت بطاطس وغسلتها كويس جدا وقطعتها مكعبات وحطيتها تتسلق وبعدين رميت الميه بتاعتها وهي سخنه بقى كده هبتدي اشتغل فيها. هحط لها ملح ابيض وفلفل اسود بس. عايزه تزودي كمون او كزبره زودي، بس هي كده طعمها بالملح والفلفل حلو جدا. وكمان هحط معاها بيضه وههرس كل الكلام ده كويس جدا بالهراسه او بالشوكه. المهم تهرسيها كويس جدا لحد ما تبقى البطاطس سايحه كده معاكي، ما تخليش فيها اي كتل ولا اي بطاطس مش مهروسه لحد ما البطاطس توصل معاكي بالشكل ده. وبعدين هشيل بقى الهراسه كده وهبتدي بقى بالمعلقه اقلب كويس جدا واتاكد ان البطاطس بتاعتي اتهرست كويس جدا وبقت ناعمه، ما فيهاش اي قطع بطاطس مش مهروسه. الخطوه دي اهم خطوه في الوصفه بتاعتنا، ان انت تهرسي البطاطس كويس تديكي نتيجه كويسه. بعد كده جبت البايركس بتاعي ودهنته دهنة زيت خفيفة جدا عشان بس اضمن ان البطاطس بتاعتي مش هتلزق. وبعد كده هبتدي بقى اوزع نص كمية البطاطس في البايركس، نصها مش كلها، عشان احنا هنعمل طبقات عايزينها يعني نقطعها تبقى قطعة كده زي القطعة بتاعت المكرونة او الجلاش. تبقى قطعة كده متماسكة وحلوة. فلازم وانتي بتفردي البطاطس تضغطي عليها عشان تمسك نفسها. لو ما ضغطتيش هتيجي تقطعيها في الاخر وتطلعيها هتتفرفت منك كده ومش هتبقى قطعة سليمة. تقدري تستخدمي طبعا صينية ألمونيوم أو تيفال أو أي صينية تانية، مش لازم بايركس خالص. أنا بعمل في البايركس عشان أوريكم بس إيه الطبقات كده من بره عاملة إزاي. هنحط نص الكمية وزي ما قلت لكم هنضغط عليها كويس جدا عشان لما اجي اقطعها تطلع معايا قطعة كده سليمة ومتماسكة وما تفكش من بعضها. هحط نص الكمية وبعدين هنشوف هنحط ايه تاني. بعد كده هحط طبقة من اللحمة المفرومة اللي متعصجة. أنا معصجة اللحمة بالطريقة العادية خالص. لحمة وبصل وفلفل أخضر وحطيت لها توابل ملح وفلفل أسود وبهارات لحمة وبس كده. ما بحطش أي حاجة، يعني بحطش توابل كتير عشان ما تضيعليش طعم اللحمة بتاعتي. اللحمة المفرومة كل ما تقللي البهارات بتاعتها كل ما بيبقى طعمها أحلى. كل ما تزودي البهارات طعمها بيضيع خالص، يعني كأنك بتاكلي بهارات بس. هفرد بقى طبقة اللحمة المفرومة كده فوق البطاطس. تقدري تزودي بقى جبن، جبنة موتزاريلا، شيدر رومي، زيتون، فلفل ألوان. تقدري بقى تزودي أي إضافات كده بتحبيها، بس أنا بما إني بعمل وصفة اقتصادية مش هزود أي حاجة. هحط بس طبقة البطاطس وفوقيها طبقة اللحمة المفرومة وبعدين هرجع أحط الطبقة الأخيرة من البطاطس اللي أنا كنت راكناها على جنب. هنزل بقى بالبطاطس وهبتدي بقى أوزعها بالراحة خالص بحذر عشان ما تتقلبش مع اللحمة المفرومة والشكل يضيع مني. انا عايزاها تبقى طبقه فوق كده متساويه ما فيهاش اي لحمه. تقدري بقى لو انت عايزه تزودي جبن، بس كده هتبقى مش اقتصاديه خالص. تحطي بقى على الوش كده طبقه جبنه حلوه وتدخليها تحت الشوايه تاخد لون حلو ويبقى كده انت عملتي الغدا. بصوا بقى مفيش اسهل من كده، بس انا طبعا عشان بعمل وصفه اقتصاديه مش هحط اي جبن خالص ولا اي اضافات غاليه. هكتفي بس بالبيضه اللي انا حطيتها على البطاطس، هي دي اللي هتديني اللون الحلو. هدخلها بقى الفرن، هشغل من تحت ومن فوق، بتقعد 3 او 4 دقايق بالظبط. اوعي تسيبيها كتير عشان بتاخد لون في ثواني. ويبقى انت كده عملتي الغدا. بصوا بقى غدا سهل وسريع واقتصادي وطعمها حلو جدا. اتمنى تجربوها تقولوا لي رايكم. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن وسبتها بردت شويه بس عشان لما اجي اقطعها تطلع معايا قطع كده سليمه. لو قطعتيها وهي سخنه اول ما تخرج من الفرن هتبقى يعني هتفك منك ومش تطلع معاكي قطع سليمه كده زي ما انا مقطعاها. طعمها حلو جدا، سهله سريعه اقتصاديه ما فيهاش دهون. زي ما انتم شايفين، والشكل تحفة والطعم ان شاء الله هتجربوه هيعجبكم جدا. اعملي بقى جنبها رز بشعرية وسلطة. عايزة تاكليها بالعيش كده ومعاها سلطة خضراء بتبقى تحفة. احنا بناكلها كده بالعيش وجنبها سلطة خضراء، ما بنحتاجش اي حاجة تانية جنبها، تحفة جدا.
وكده ابقى خلصت الغدا النهارده. هو ده غدانا النهارده، سهل وسريع وخفيف من غير دهون، اقتصادي جدا جدا زي ما شفتوا. انا قدمتها بقى مع سلطه خضراء وعيش بلدي، تقدري تعملي جنبها رز بشعريه بيبقى حلو جدا معاها. تنفع معاكي في الغدا، تنفع معاكي في العشاء، في رمضان، في الفطار، في السحور، بتبقى حلوه جدا. لو انت خارجه بره البيت وباقي منها خديها في السندوتشات، بتبقى تحفه. ممكن كمان تعمليها وتديها لاولادك سندوتشات في اللانش بوكس الصبح، مغذيه وحلوه جدا، وفي نفس الوقت مش مكلفه. يعني انت هتبقي مش عامله سندوتشات مكلفه، لا عاديه خالص. طعمها حلو جدا، هتعجبك وتعجب الولاد باذن الله. لو الوصفه بقى عجبتكم، ما تنسوش تعملوا اللايك وما تنسوش تعملوا الشير على صفحاتكم عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، واسيبكم